يا جماعه طبعا احنا دلوقتي هعمل لكم وصفه خطيره اللي هي الاندومي. طبعا كلكم هتتريقوا دلوقتي عليا تقولوا لي هي اصلا الاندومي محتاجه وصفه. اقول لكم في ناس كتير قوي بتعملها معجنه، في ناس كتير ما بتعرفش تطلعها مظبوطه. اسمعوا مني بجد، جربوا الاندومي بطريقتي والله بجد هتعجبكم. اول حاجه حطيت شويه ميه مغليين كده في طاسه، اوكي، شويه قليلين مش ميه قد كده، بصوا حبه قليلين كده. بعد كده هحط الاندومي. انا بحب قوي 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 اللي بالخضار. الاول كنت بحب اللي بالفراخ، بس بعد ما جربت اللي بالخضار دي خلاص ما بقتش باكل غير اللي بالخضار. نزلت اهو الاندومي، وبعدين هروح منزله عليها من فوق كده شويه ميه مغليه مش كتير برضو. وبعدين بقى هستناها لحد ما احس اللي من تحت كده بدا يستوي واقلبها على الناحيه التانية. معرفش بس انا مش بحط الزيت ده خالص. وعايزه اقول لكم ان هنا سايبين الشطه، يعني احنا عندنا شالوها، هنا موجوده الشطه عادي فيها، بس انا برضو مش هحط الشطه دي، هحط من شيلي فليكس دي بتبقى طعمها خطير. اللانشون ده برضو نفسي يعملوه قوي في مصر عندنا، لانشون عادي اللحمه بس فيه فلفل طعمه جبار. المهم بقى ايه، دلوقتي اهو حسيت ان خلاص بقت طريه كده، اروح بقى قلبها على الناحيه التانية بس دقيقتين 3 كده واروح مطلعاها. بتبقى مفلفله كده وخطيره. يعني استنى هوريكم فلفلها كده. شايفين الميه قليله ازاي؟ دي بتبقى احلى طريقه ليها. اسيبها بقى شويه. هاكل الساندوتش ده على ما هي تخلص. انزل بقى الشيلي فليكس، عايزين تحطوا شطه حطوا. فلفله ورهيبه، دي احلى طريقه تعملوها للاندومي. بعدين بقى انزل الباودر بيبقى جاي معاها، وبس كده. مش حطيتش الشطه. هقلب بقى. يا بنتي والله في ناس ما بتعرفش تعمل الاندومي حلو. ده انا لا يمكن حد يعمل لي الاندومي، لازم انا اللي اعملها بنفسي كده بنفس المزاج ده كده. بس كده. لازم بقى تجربوها بالطريقه دي وتقولوا لي رايكم. خطيره. بصوا بقى يا جماعه الفلفله والحلاوه بالمره. لا، ما الشيلي فليكس جامده، هي اصلا سبايسي بس خطيره بجد بجد بذمتك. هاي لا مش بخترع الذره. ها لا هي خطيره. اعملوها بقى بالطريقه دي هتتمزجوا بيها قوي.